السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة 20/11 هنعمل جولة ظريفة لطيفة. نبدأ من أول التجمع الخامس. مش هيبقى من أوله قوي، احنا من بعد محور محمد نجيب على طول بدأنا نصور. احنا كده النهاردة على التسعين الشمالي. اللي بنصوره دلوقتي ده مشروع ووتر واي 2، اسمه ووتر واي وايت. هو التجاري بتاعه كله ده بيبقى إيجارات فقط، والاول والتاني دي مكاتب اداريه. ده ووتر واي من اقوى المشاريع التجاري اللي في مصر بالكامل. واللي على اليمين اللي كنا بنصوره بالاول ده مشروع اسمه نورث بلس، من المشاريع المحترمه اللي واخده لوكيشنز ظريفه. مش ده هدفنا، احنا هدفنا بس ان احنا بنبدا نورينا، نتفرج كده من التسعين واحنا متجهين للعاصمه. يوم جميل، يوم مشمس، الحمد لله الامور ظريفه. فاحنا كده واخدين التسعين الشمالي ورايحين متجهين إلى العاصمة الإدارية، نتابع آخر التطورات وآخر أعمال العاصمة والإنجازات اللي حصلت فيها، عشان نبقى شايفين كل حاجة بعينينا ونبقى مطلعين على كل الأمور. أي حاجة على الشمال بتبقى متقسمة سكني، واللي على يميننا متقسم تجاري وإداري زي ما احنا شايفين. ده المشروع بتاع محمد جنينة، اسمه تريفيوم. برضو نفس الكلام، تحت تجاري واللي فوق مكاتب إدارية. وبعد كده كايرو بيزنس بلازا تبع شركة بيتر هوم، بس ده كله إداري. تحت كده في البنك الأهلي لو حد عارفه يعني. واللي على شمالنا ده أوسكار. اللي على الشمال ده مشروع فيلار، ده مشروع فيلل. احنا كل ده اللي على الشمال كله سكني، واللي على يمين كله تجاري وإداري. دي كده جامعة المستقبل. هي واخدة التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي الناحيتين. وبعديها مشروع اسمه بولاريس. وبعد كده هنا مشروع بيزنس بلس تبع شركة كاتاليست، بيتسلم ان شاء الله اخر السنة دي واول السنة اللي جاية. واللي على الشمال ده التجاري بتاع مشروع ماكسيم، حاجة كده صرح كبيرة. اللي على اليمين ده مشروع بتاع بورتو نيو كايرو بتاع عامر، ده وحدات فندقية. واللي تحت سمارت جيم والكلام ده كله ده تجاري. الشارع اليمين اللي جاي ده اللي يوديني على التسعين الجنوبي ويوديني على الجامعة الأمريكية، ومن هنا تبدأ الجولدن سكوير. برضو نفس الكلام، اللي على الشمال كله سكني، كلها فيلل بقى. كل ده اسمه جولدن سكوير عشان كلها مشاريع كبيرة، بداية من أول الجامعة الأمريكية. بعد كده عندنا الصادق، عندها مشروعين هناك، وعندنا إعمار عندها مشروع ضخم هناك، وعندنا ماونتن فيو عندها حوالي 3 4 مشاريع، بول ميلز عندها 4 مشاريع، آثار مشروعين. المهم إن أي حد عايز فيلا أو عايز شقة يعني بكوميونيتي ظريف، فهو كلها في الزون ده كده. احنا كل اللي على يميننا دي اسمها اللوتس، واللي على الشمال ده الفيلل السكني. هنلاقي كذا مشروع بكذا مطور. مشروع مثلا زي مشروع هنلاقي زيزينيا، هنلاقي ديار بارك، هنلاقي كل الكلام ده. اللي على يمين دي كده اللوتس، وبقى قصادنا الناحية التانية الجامعة الأمريكية، بس ما أعتقدش إن احنا هنعرف نجيبها. ده كده عمارات اللوتس، دي اسمها اللوتس الشمالية. ده أغلى سعر متر سكني في عمارة، عشان هي في الجولدن سكوير. احنا بعد اللوتس هنبدأ نخش يمين. اللي على الشمال ده هو ده المشروع بتاع صبور وبتاع ديار، مشروع الشربطلي.
شربات لاصحاب سيتي ستارز. لو كملنا على طول هنوصل للمراسم، مشروع فيفث سكوير بتاع بن لادن. لو دخلنا شمال هنوصل لمكتب النائب العام، اللي هو نكمل على طول وناخد يوتيرن وبعد كده نخش يمين هنوصل لمكتب النائب العام ونوصل للرحاب بوابة 1. احنا هنخش يمين دلوقتي كده، هنسيب التسعين الشمالي ونخش على شارع النوادي. احنا ده كده اسمه شارع النوادي. على شمالنا ده نادي بلاتينيوم، لو نلاحظ ان الارض هتبقى طالعه وكده. على شمالنا نادي بلاتينيوم، واللي على الشمال دي كلها بقى مشاريع تبع ماونتن فيو، هنعدي عليه ماونتن فيو 2 ده اللي هو الفيلل فقط، وكذا مشروع لبول ميلز اللي هو بول ميلز قطامية 1، بيكي 1 وبيكي 2 وفي جي كي فيليج جاردن قطامية. ولو وقفنا هنا وبصينا شوية يعني بدقة زيادة عشان الحتة دي على تبة عالية قوي، هنقدر نشوف العاصمة بالكامل والبرج الأيقوني بتاعها. ده كده مشروع ماونتن فيو 2، المشروع ساكن وعايش بقاله سنين. بعديه على طول شركة الريدي واخدة قطعة أرض اسمه أزار، عملت المشروع وما شاء الله نجح نجاح قوي جدا. أزار 1 في ظهره أزار انفينيتي. احنا كده ده في شارع النوادي، والبنزينة دي لسه شغالة اهي من يومين. ده اللي في وشنا ده المونوريل، ده جاي من التسعين الجنوبي، وبعد كده بعد الجامعة الأمريكية وإيست تاون راح دخل شمال عشان نتقابل هنا. احنا هناخد الميدان ده ونروح داخلين شمال، ونبقى كده حطينا رجلينا على أول طريق العاصمة محور محمد بن زايد. كده من دلوقتي هنبدأ نمشي مع المونوريل، والمونوريل من هنا لو ناخد بالنا هتلاقوه كده كبير شويتين عشان دي محطة للمونوريل. اللي على يمنا ده كومباوند اسمه فاونتن بارك، مشروع فيلل. اللي على يمين ده كومباوند ليك فيو ريزيدنس بتاع عماد الحازق، اصحاب ليك فيو، اصحاب الدوسيت واصحاب الداون تاون. مشروع ساكن وعايش بقاله فتره. اللي على شمالنا ده مشروع بول ميلز قطاميه، برضو مشروع ساكن بقاله فتره كبيره. لو دخلنا يمين بعد ليك فيو هنوصل لمشروع ميفيدا تبع اعمار. لو دخلنا يمين اللي من ده اللي بعد ليك فيو ده هنلاقي مشروع صادق فيلات، مشروع بنسبة 70% فيلل
وفي حاليا مرحله شقق. الفيلا طبعا سولد اوت وساكنه وعايشه. اللي على شمالنا ده مشروع اسمه ليان بتاع حسين صبور رحمه الله عليه. بعد كده هنا مشروع 360. على اليمين ده كل ده كده الصادق. نازلين بوحدات فندقية في ريزيدنس. بعد كده احنا مكملين كل ده الطريق اللي مؤدي الى العاصمة. الساعة دلوقتي 2:43 تقريبا 3 الا ربع.